مدرب الاهلي الجديد يسرب اقلم نفسك كده. يعني الكابتن مجدي قفشه بالوضع ده، يعني هو ممكن ما يبقاش موجود معاه. ولو الراجل عمل نجاحات مع الاهلي هو مش هيبقى حابب ان قفشه يكون موجود. ده حاجه. نفس الموضوع حسين الشحات هيحجز مكان اساسا لان هو بيعتمد على السرعات وواحد على واحد. وبن شرقي وتريزيجيه. كابتن زيزو برضو نفس الموضوع، بس الفكره ان هو بيعتمد على واحد على واحد. يعني هو ده اجنحه. عايز الجناح يستلم يرقص ويعدي، وعايز سرعات نص الملعب. يعني هو بيحب اللي هو ايه يا جدعان، المرتدات. يعني الراجل ده نص الملعب ممكن ديانج يلعب على مروان عطيه. هو بيحب اللي يزيد عامه. فانت واحد زي مروان عطيه ده بالوضع ده ديانج هيلعب عليه. ده الا اذا لو طور من نفسه وبدا يزيد. انت خلاص بقى، انت كنت بتاخد تعليمات ان انت قاعد في نص الملعب ما تتحركش. لا، المدرب الجديد هيديك تعليمات تتحرك براحتك وتزيد. كابتن مروان عطيه يعني خلاص بقى مالكش حاجه، الراجل هيديك المساحه. بص، اقلب لي فيتينيا في نفسك. اقلب لي فيتينيا، اتحرك وروح يا باشا واعمل اللي انت عايزه.